انك تقلديني حرفيا طبعا وشكلا وكلاما ولبسا. لا، ايه انت هتستنسخيني ولا ايه؟ عاملين ايه؟ ازيكم؟ مش موضوعنا، نسيت اقول هلوز بالموز، سوري. بما اني مش فاضيه وعندي امتحانات، فانا النهارده جايه اقول لكم موضوع لازم تاخدوا بالكم منه. هكلمكم عن صحاب السوق عموما، يعني الصحبه مش توكسيك، هي توكسيك. الصحبه المؤذيه، الصحبه اللي متحبلكيش الخير، هي دي. مش موضوعنا، هنكمل. وسوري ان انا بشوح لكم بايدي كده، معلش سوري، انا اسفه. الصحبه السيئه اللي لما تيجي تحكي لها مثلا حاجه حصلت لك حلوه عجبتك وانت مبسوطه بيها، فانت رايحه تحكيها. اللي هو انت مبسوطه، من كتر ما انت مبسوطه فهتروحي تحكيها. فلما تيجي تحكيها هي ردة فعلها تمام، مش منبهره، فاهم؟ مش منبهره، مش مهم الانبهار، بس ردة فعلها عموما بتبقى يعني هوريها لكم دلوقتي. كويس. صح يا بنات، نسيت اقول لكم، مش عارفه كذا، بتقاطع موضوعك. هذا شيء ليس جيد، احذري منها، احذري. تاني واحده بقى، اللي انتي لما تيجي تحكي لها على مشكله، انتي خلاص جبتي اخرك وهتروحي تحكي لها، سوري على التشويح الكتير. فانتي لما تيجي تحكي لها المأساة بتاعتك او المشكله، هي بتعمل حاجتين، واظن التانية هي اكتر حاجه بتتعمل. الاولانيه ان هي تسيب الموضوع بتاعك وتخش في موضوع تاني، اللي هو نفس الحاله برضو، اللي هو تحكي لها فتقول ومش عارفه ايه، فتيجي تخش في موضوعها هي وتكنسلك خالص. تانية بقى اللي هي بتحصل كتير، تقول طب ما كلنا كده ومش عارفه ايه، وكلنا بنعمل، وانا على فكره اكتر منك. ده ما اسموش تهويق، ده اسمه ذل. انتي بجد انتي اتذليتي لما حكيت لها وما تحكيلهاش تاني، سوري يعني. تانية بقى اللي هي بتحصل كتير، تقول طب ما كلنا كده ومش عارفه ايه، وكلنا بنعمل، وانا على فكره اكتر منك. ده ما اسموش تهويق، ده اسمه ذل. انتي بجد انتي اتذليتي لما حكيت لها وما تحكيلهاش تاني، سوري يعني. تالت حاجه، البنت اللي تيجي تحكي لها على حاجه، مثلا حاجه حصلت لك حلوه، آه، آه، تستقلك، اللي هو يعني انتي مثلا حصلت لك موضوع جميل جدا، اتكرمتي مثلا، جبتي حاجه اللي كان نفسك فيها، حاجه مثلا غاليه كان نفسك فيها وجبتيها اخيرا، حاجه كنتي بتتعبي علشان توصلي لها ووصلت لها خلاص. هي تيجي تقولك بقى تقل منك عموما، تقول اللي هو بجد انتي ما كنتش تستحقي كده، بمعنى اصح يعني الجمل بتاعتها بتقول ان انتي ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده. تستقلك، اللي هو يعني انتي مثلا حصلت لك موضوع جميل جدا، اتكرمتي مثلا، جبتي حاجه اللي كان نفسك فيها، حاجه مثلا غاليه كان نفسك فيها وجبتيها اخيرا، حاجه كنتي بتتعبي علشان توصلي لها ووصلت لها خلاص. هي تيجي تقولك بقى تقل منك عموما، تقول اللي هو بجد انتي ما كنتش تستحقي كده، بمعنى اصح يعني الجمل بتاعتها بتقول ان انتي ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده. مثلا حصلت لك موضوع جميل جدا، اتكرمتي مثلا، جبتي حاجه اللي كان نفسك فيها، حاجه مثلا غاليه كان نفسك فيها وجبتيها اخيرا، حاجه كنتي بتتعبي علشان توصلي لها ووصلت لها خلاص. هي تيجي تقولك بقى تقل منك عموما، تقول اللي هو بجد انتي ما كنتش تستحقي كده، بمعنى اصح يعني الجمل بتاعتها بتقول ان انتي ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده.
تتعبي علشان توصلي لها، وصلت لها خلاص. هي تيجي تقولك بقى تقل منك عموما، تقول اللي هو بجد انت ما كنتش تستحقي كده، بمعنى اصح يعني الجمل بتاعتها بتقول ان انت ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده. كده بمعنى اصح يعني الجمل بتاعتها بتقول ان انت ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده. الجمل بتاعتها بتقول ان انت ما كنتش تستحقي كده. انا بس عايزه اجيب لكم مثال وهي بتقول كده. بصراحه ما كنتش متخيله ان انت هتوصلي لحاجه زي كده. غريبه، انت توصلي لكذا. عارف انت اللي بتقل منك مش بتشجعك، ده في فرق، خلي بالك. في ناس على فكره ممكن تقول بنفس الطريقه دي بس تحسوا الصيغه مختلفه. يعني بصي، انا ما كنتش متخيله انت هتوصلي كده، انا بجد مش عارفه. وفي الاخر يعني اللي هي بتبين لك ان انت ان هي مبسوطه لان انت وصلتي لكده. لكن التانية العكس، بتستقل. اظن ان انتوا فهمتوا وجهه نظري. اللي بتقل منك قدام ولاد عموما، بالتحديد ولاد. هو فجاه ولد بس عدى كده. هي هتيجي مره واحده معليه صوتها بان هي بتهزقك او بتتكلم عليكي بالوحش او بتمد ايدها عموما. التصرفات دي عموما تصرفات بنت بطه، بجد بنت بطه، مش هقول غير كده. مره واحده معليه صوتها بان هي بتهزقك او بتتكلم عليكي بالوحش او بتمد ايدها عموما. التصرفات دي عموما تصرفات بنت بطه، بجد بنت بطه، مش هقول غير كده. دي بعيدي عنها، دي خط احمر، خطين، 100 خط. الصاحبه اللي دايما لما تيجي تحكي لها حاجه تيجي تطلع تحكي بره وتحكي لفلان وعلان، وهي تبقى انتي قايله لا ما تقوليش، لا ما تعمليش، هي تروح قايله او حكي عن سيرتك بالوحش عموما، او قايله كلام غلط اللي هو كلام مش صحيح عني، مش دي صفاتي. فاهمين؟ البنت دي بجد كانت في حياتي، الحمد لله، يعني الحمد لله ان احنا خلعناها مننا. بس ده غير بقى، يعني بعيدا عن كل ده، البنت اللي بتتنمر عليكي عموما مفيش حد يعني مفيش حد بيحب التاني يتنمر عليه. بس في انواع تنمر عادي، يعني انا ممكن اتنمر كمحبه اللي هو مناخيرك كبيره بس عسل، فاهم انت؟ بتلطف الامر. لكن ما تجيش تقول انت مناخيرك كبيره قوي وتسكت. ده تنمر حرفيا، ده تنمر. انا هزعل، انا لو حد قال لي كده هزعل وبزعل. يعني انا مناخيري كبيره انا عارفه، بس ما تجيش تقوليها في وشي. مثلا تقولي شكلك وحش النهارده، ايه يا بنتي انت عيانه، مش عارفه اللي هو بتديك، بص، بترميلك طاقات سلبيه كده في وشك. فالصحبه دي احنا مش محتاجينها عموما، مش كفايه احنا مش محتاجينها. اخر حاجه القلوده. انا بكره الناس القلوده والله، الا لو يعني يعني قلبها صافي شويه وقلدتني ماشي، بس انك تقلديني حرفيا طبعا وشكلا وكلاما ولبسا، لا.
ايه انت هتستنسخيني ولا ايه؟ محبش انا العيال دي خالص. وقلدتني ماشي، بس انك تقلديني حرفيا طبعا وشكلا وكلاما ولبسا، لا. ايه انت هتستنسخيني ولا ايه؟ محبش انا العيال دي خالص. مش عارفه انا كده في حد تاني سقط مني ولا لا، بس هما دول اللي انا فاكراهم، هما دول اللي انا شفتهم في حياتي، واتمنى ان انا كنت فدتكم. انا طبعا فتحت الفيديو وقلت كل الكلام ده عشان حجه ان انا مش عايزه اذاكر، انا مش عايزه افتح كتاب واذاكر. بس كده، السلام عليكم.